السلام عليكم متابعي قناة أخبار بلادي. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو على قناة تونسية يتحدثون على المغرب بشكل عشوائي. ما لقاو ما يديروا هاد الناس جابوا حطوا المغرب وبداو كيتكلموا عليه ونساو ما تكلموش على المنتخب التونسي. قال لك اسيدي بأن المغرب فريق ضعيف بدون حكيمي، بأن المغرب فريق سوف يخرج من الدور الأول، بأن المغرب فريق ضعيف في هذا لاكوب، زعما في هذا الكأس الافريقيا. المهم اخوتي خليكم مع هذا الفيديو وكنتسنى الاراء ديالكم والتعليق ديالكم على الفيديو. اللي قادر باش يمشي لبعيد. ممكن رأي أقرب صاحبي اليوم اللي كان المنتخب المغربي حقيقة يملك نجوم معناتها كبار يلعبوا في فرق كبيرة عالمية. المنتخب المغربي ولا عنده الاكسبيريونس نتاع كأس العالم، إن شاء الله هو الفريق اللي باش يكون يشرف الفرق العربية. عبد المجيد رشح الكوت ديفوار، أنت المغرب ما نعرفش على الكعب شكون؟ أنا والله بالنسبة للعرب صراحة ما عندنا زوج فرق محترمين، اللي هي المغرب كانت تعدى هولندا باش تمشي بعيد برشا، ومصر خاطر مصر من ناحية دفاعية كفريق بلوك ديفونسيف خلق العادة وعندها هجوم محترم جدا ونشاطر مجيد هنا في الكوت ديفوار. البلدان الافريقيه الكوت ديفوار بصراحه شعنا في مجد وشعنا في انت اعطيني شكون المنتخب اللي تراه يمشي بعيد. انا قلت لك زوز المغرب مصر وفي الفريق عندك الكوت ديفوار فريق محترم معناها جدا. ثلاثه منتخبات باش يمشوا بعيد حسب النجم يمشيوا بعيد صراحه. لطفي الكبير. المنتخب الجزائري علاش؟ عفوا كي نشوفوا الدور الاول نتاع المنتخب الجزائري ونشوفوا الايوه نتاعو الشاب ونشوفوا امتلاك الكره، نسبه امتلاك الكره والبورسنتاج نتاع اللي باس سكسي معناها تحس انه فما فريق يصنع لعب، فريق يعني عنده افاق. ما ناخذوش باعتبار الدور الاول، وخاصه لكن المعيار الاول ومهم في سحبي هو المسار في البطوله. كي نشوفوا المسار في البطوله نلقاو انه بالنسبه للفريق الجزائري الطريق اسهل من المنتخبات الاخرى. انت رايك لطفي ومحترم. تفضل سي صالح. صاحبي والله انا نرى المنتخب المغربي ونرى كذلك منتخب باش يعمل مفاجاه، منتخب الكونغو الديمقراطيه، منتخب محترم جدا. عمل الدور الاول بامتياز. راه المغرب الكونغو الديمقراطيه وبدرجه اقل المنتخب السنغالي. واضح سي صالح الثابتي بربي امام طون مادام التور الاول فات باش ندخلوا في التور الثانيه توا بحول الله باش ناخذوا ثلاثه منتخبات عربيه تألقت في الدور الاول باش ياخذوا منتخب بمنتخب. كلمه المنتخب المغربي شنو اللي خلى المنتخب المغربي يحافظ على تقاليده ونشوفوه مشى في ريتم باهي خلاه يتعدى براحه لو دوزيام تور؟ وقت فريق يعمل دومي فينال نتاع كاس العالم ثم يعمل فينال نتاع بطوله افريقيا، انا شد الثنيه نتاعو، يعني ملاعبيه ولاو معناتها دي جوار معناتها عندهم الثقه وقادرين معناها حتى ما في الديكلاراسيون نتاعهم ما عادش يقولوا احنا باش نمشيو الدور الاول، احنا نحلموا باش نمشيو الدور الاولاني. هما توا ولاو يتكلموا قال لك نجموا نلعبوا الفينال ونوصلوا لكاس العالم وعندهم كل الامكانيات، ملاعبيتهم كل تلعب لبرا معناتها في ديزيكيب عندنا بروفيسيونيل ممتازين كلهم، حكيمي باريس سان جيرمان، دياز في ريال مدريد، معناتها ملاعبيه كلهم معناتها عندهم الخبره والثقه. الدومي فينال نتاع كاس العالم شوف المغرب وبعد ساعات يقولوا احنا اللوم كيفاش بدلنا مدرب بعد شهرين بدلوا وهابي قبل المونديال بوقت قصير. علاش؟ خاطر شافوا راجل المرحله هذه ورغم التبديل مدرب الفريق شد الثنيه نتاعو. علاش؟ خاطر عندهم فما ملاعبيه اللي خذاو الاكسبيرونس نتاع المونديال، واي مدرب في عوض الوهابي مش يمشي بهم بعيد. واضح. مروان. انا نرى معناتها صاحبي اللي كونه فريق هذا فريق صغير، اول حاجه شاب عمل فريق معناتها محترم جدا، ولا بروف اليوم شفناه في كاس العالم نتاع قطر اللي كونه نصف نهائي ما جاش بسهل. ما دونك فما انتيغراسيون، فما لحمه، فما جروب معناتها باهي ملاعبيه كما قال لك مجيد. هذا اللي تصنع الفارق. نحكيو على نجوم معناتها نحكيو على نجوم العالم معناتها حكيمي، دياز، معناتها ملاعبيه تلعب في صف اول معناتها في فرق عالميه. هذا اللي تعملت الفارق اليوم، ولا فريق معناتها ينجم ينافس اي فريق معناتها يكون كبير.
مقارنه مونديال 2022 في قطر، وشفنا المغرب مشات دومي فينال، برشا اسماء غايبه على المونديال هذا، مالغري سا المغرب يحافظ على استقراره الفني والنتائج الايجابيه. ايه خويا صاحبي، نحن تفهمنا في حاجه وحكينا برشا مرات، هو يكون سيكل نتاع بعض الملاعبيه صار تغيير بعد كاس العالم اللي تحكي عليها في القطر. ثم الاساطير والملاعبيه اللي سنيا نسبيا مازالوا موجودين، لكن خرجوا برشا ملاعبيه، صار تغيير، ثم ملاعبيه جدد طلعوا على مستوى عالي وعالي جدا، يلعبوا في احسن فرق في اوروبا. تحس ما يقولش عليها نفس الفريق قادم مع حاجه ممتازه. العقليه كما قال مجيد، عقليه تغيرت، ما عادش يخموا في الدور الاول والدور الثاني، الناس تبدا ولا تحكي على تتويج عالمي. وكي جاء المدرب هذايا عطاهم ميساج اخر، عطاهم كلام اخر، وهذا علاش تحسنت. وهذه العقليه اللي هي الفائده. الحاجه الاخرى مهمه هو استقرار خويا صاحبي الاداري، تريز امبورتون. تلقى مسؤولين في مستوى فوزي لكجا لطفي الكبير، المنتخب المغربي قوته في المجموعه، لكن صراحه المنتخب المغربي رغم قوه المجموعه ما غير حكيمي تحسوا يتيح درجه لوتا المنتخب المغربي. هل ان اشرف حكيمي هو الروح الاساسيه للمنتخب المغربي؟ مش بالضروره الصاحبي، لانه اولا المنتخب المغربي وخزان من النجوم كما قال سعلي، لوساتير نتاع ليكيب تكونت، وخاصه زاد النقطه الثانيه انه معنويا عند اللاعبين اللي موجودين سواء كان في التشكيله الاساسيه ولا في البنك، يعني ولا عندهم عقليه الفائز، عقليه يعني احنا ولينا في بالي اخرى. لكن حكيمي اكيد دوره فعال ودوره اساسي في المنتخب، لكن كي نشوفوا نجوم معاه يعني في المنتخب يخلي حتى غيابه ما ياثرش برشا. يعني حتى انا شفناه احنا في اللونتام نتاع الكوب دافريك وقت اللي كان غايب ومصاب، المنتخب المغربي قدم مقابلات طيبه على المستوى الفني وعلى مستوى المجموعه يعني. وما ننساوش المنتخب المغربي هو تقريبا يترأس المنتخبات العربيه والافريقيه من ناحيه القيمه التسويقيه 490 مليون يورو، هذا يعبر على قيمه اللاعبين الموجودين في المنتخب. لكن نحب نقول لك سي صاحبي بالنسبه للمنتخب المغرب في الدوره هذه مش يمشي لبعيد للاسف. واضح. انت حكيت عاد زير ظهر انت اللي انت حاط المغرب. عندي معايير. لا عندك معايير واعطيتك الكلمه. اوكي تفضل سيدي. صاحبي المنتخب المغربي متكون المجموعه الموسعه فوق ال 30 ملاعبي عنده، دونك عنده خزان. حتى كي يجي يغيبوا 3 ملاعبيه ولا يكبروا يتقدموا في السن عنده منين ياخذ. وكن نشوفوا الشبان نتاع المنتخب المغربي تحت 23 سنه وتحت كاس العالم بالضبط. دونك والمدرب هو بيدو دونك المستقبل ديجا مضمون وقاعدين يخدموا على الشيء هذا. دونك عندهم برنامج كامل حاضر. المنتخب الحالي المدرب نتاعو عمل ديكلاراسيون بعد ماتش البرازيل، بعد الروندمون المباراه الكبيره اللي عملها المنتخب المغربي باش يطلع اكثر في الثقه نتاع اللاعبين. قال لهم احنا رانا جينا باش نلعبوا على كاس العالم. ما قالوش قبل الدوره ولا قبل المباراه الاولى، قالوا بعد المباراه الاولى باش. وشفنا احنا الملاعبيه نتاع المغرب وفريق المغرب الروح اللي يلعب بها وكالراحه. اون بلوس ما غير هذا الكل، المغرب عنده يملك ملاعبيه مش بكاليتي معناتها ملاعبيه قادرين. حكيمي يخلي بلاصه ولا ما يخليش؟ حساب لطفي ما يخليش بلاصه. لا يخلي بلاصه. لا حكيمي ولا اون بريس ماتريس. لا بصراحه يلعب في دور وون بلوس صاحبي زملائه عندهم فيه ثقه كبيره. عز في البالاريتي هو وتشوف وين تلقاه يلعب على الدرو تلقاه في البوان دو بينالتي. المهم خوتي بعد ما سمعتوا الانتقادات والاراء ديال المحللين التونسيين، هناك من يؤيد المنتخب المغربي وهنالك من ضد المنتخب المغربي، بحال الا مدعوم بجهات اخرى. هادشي اللي فات التحليل هذا فيها صحفيين كيأيدوا المنتخب المغربي، وبان المنتخب المغربي عيني على الافق، عيني على الفينال، ما عينيش على دور الربع ولا الثمن. ما عارفينش واحد الحاجه، بان المنتخب المغربي حاليا كيدخل باش التيران على اساس باش يربح. كيدخل التيران ما ديرش بالو بان هذيك المنتخب برازيلي ولا منتخب فرنسي ولا منتخب هولندي ولا منتخب برازيلي ولا منتخب ارجنتيني ولا برتغالي. ما كيعطيش قيمه للفريق الكبير اللي لعب معاه. كيدخل على اساس باغي يلعب كره، باغي يدير ان بون ماتش، باغي يربح في الماتش. هذا هو الفريق بيننا وبين المنتخبات الاخرين. المنتخبات الاخرين ملي كيلعبوا مع شي فريق كبير كيقدروه كيعطوك اكثر من القيمه ديالو، واللعابه ملي كيدخلوا للتيران كيدخلوا بشيكمون ضعاف، الشخصيه عندهم ضعيفه، داخلين التيران وشخصيتهم ضعيفه. لهذا
هذا كنقول بان كنقول للتوانسه وكنقول للجزائريين وكنقول للمصريين كنقول كاع الدول العربيه لازم تكون عندكم الثقه في النفس ودخلوا للملعب ولعبوا كره، ماشي تدخلوا وخايفين. دخل لعب كره ولعب، واخا تخسر كتسمى بانك لعبتي ان بون ماتش وخسرتي بواحد النتيجه قليله، ماشي نتيجه كبيره كما خسر المنتخب التونسي ب5-1 ب4-1. فهمتي؟ فرق كبير. المهم اخوتي نتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو، وما تنساوش دعمونا في القناه بلايك ومشاركه ومتابعه للقناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.